النهارده حبايبي هنعمل الفراولة. بما ان الفراولة الايام دي الموسم بتاعها متوفرة كتير في السوق، فاحنا هنعمل الفراولة ونخزنها عندنا في التلاجة. هنعملها بطريقة مظبوطة بدون اي اضافات تضر ولادنا. طبعا انت عاملاها بايدك وضمناها، يعني جاي نعملها ان شاء الله جميلة جدا، تنفع كمان للسحور، تنفع سندوتشات الولاد، وكمان عشان الصيام، يعني هتنفعنا في كل الاحوال. يلا بينا نبدأ ونشوف احنا نعملها ازاي ونطلعها كده جميلة زي ما انتوا شايفين. يلا بينا. طبعا عشان نختار الفراولة اللي احنا هنعملها مربى، لازم الفراولة تكون شد حيلها كده، ما تكونش كده طرية، ما تكونش بايظة. ناخد بالنا كويس اوي. بعد ما جبنا الفراولة وشلنا اللي هي العنقود بتاعها وغسلناها كذا مرة عشان الرمل والكلام ده، بعد كده هنبتدي نقطعها. الكبيرة هنقطعها على 3 زي كده، والوسط هنقطعها على 2، والصغيرة هنسيبها زي ما هي. تمام. بس اهم حاجة ناخد بالنا بيبقى فيها رمل كتير، فنغسلها كويس قوي وننقعها. تمام. خلاص احنا غسلناها وحطيناها في البولة، وهنزل عليه كيلو المربى. كيلو الفراولة بياخد نص كيلو من السكر. يعني الفراولة لو انت جبت كيلو تاخد نص، جبت 2 كيلو يعني كمية الفراولة بنحط نصها سكر. هنحط كده السكر عليها ونبتدي نقلبها كده في بعض، وهنسيبها ليلة كاملة في التلاجة. لو انت مستعجلة يعني مش اقل من 3-4 ساعات تسيبيها، لكن لو عندك وقت ومش مستعجلة سيبيها ليلة كاملة يستحسن. طبعا هنلاقي هي الوقت ما فيهاش اي مية خالص. طبعا لما هنسيبها في التلاجة هتنزل كل المية اللي فيها، هتنزل كمية كويسة، مش هنحتاج ان احنا نضيف عليها مية والكلام ده. خلاص كده قلبناها وتمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنغطيها بستريتش وهنحطها في التلاجة لمدة ليلة كاملة. انا مش مستعجلة فهسيبها ليلة كاملة. بعد ليلة كاملة شايفين كمية المية اللي نزلتها دي؟ المية ما حطيناش مية خالص، ده السكر اللي هو داب مع المربى، معلقنا على المربى، داب مع الفراولة ونزل كمية المية دي. تمام. هناخد بقى المربى بحالها تاني. المربى هناخد الفراولة بالسكر اللي احنا نقعينه يوم ليلة بكاملة، هناخد بقى نحطه في الحلة ونحطه بقى على النار. طبعا ناخد بالنا قوي قوي من النار، ما تكونش عالية، مش هنعلي النار عليها. هنسيبها بقى تاخد تدي مع نفسها وتغلي. اهم حاجه وهي بتغلي كده احنا نقف جنبها ونشيل كل الريم اللي بيطلع منها. شايفين الريم بيتكون كده في حته واحده، فاحنا نشيله، سهل ان انت تشيليه. تمام. بعد ما نشيل الريم خالص نسيبها تكمل تسويتها. هي على فكره يا جماعه ما بتغيبش، يعني المربى ما بتغيبش. انت عايزاها بقى تكون سايله خالص، اضربيها في الهاند بلندر او تضربيها في الخلاط ضربه بسيطه كده. لو انت عايزه تسيبي فيها قطع صغيره هتسيبيها زي ما انا عملت، يا دوبك بس تسيبيها تتهري شويه على النار وخلاص كده. نقلبها كده، وطبعا هرجع اشيل لو في اي ريم تاني زي اللي ظهر ده كده طبعا هيتشال. بس هنحط بقى ايه نص ليمونه، نعصر كده نص ليمونه حلوه او ليمونه كامله لو ليمونه صغيره، ونسيبها على النار. مش هتاخد وقت يا جماعه خالص، وهتستوي وهتبقى زي الزبده. وكده يبقى وفرنا كتير نظافة وتوفير عن بره، وحاجة انت ضمناها. بطريقة بسيطة جدا عملنا مربى الفراولة في البيت. ان شاء الله هنعمل جميع المربات في البيت مع بعض، ويبقى عندك المربى في البيت تسحبي كده، تنفع للسحور، تنفع للصيام، يعني لأي حاجة. كده عملنا المربى. باي باي.